تشكيل الاهلي الافضل لمواجهة الزمالك في الدوري. علشان الاهلي يكسب الزمالك لازم كولر يبص على اخر ماتشين اتعادل فيهم الزمالك مع الاهلي. لازم كولر يتعلم من اخطائه ويعرف ان الزمالك من الفرق اللي بتتسحب بشكل كويس جدا لو اديت ليها الفرصة وبتدخل المباراة وبتاخد اللي هي عايزاه من المباراة. اذا اول حاجة لازم كولر يعملها يتعلم من اخطائه في التشكيل، يتعلم من اخطائه في اسلوب اللعب. واهم حاجة لازم كولر يعملها كمان انه يعتمد على الضغط العالي، لان نقط ضعف الزمالك موجودة في الخط الخلفي، موجودة في بناء اللعب، موجودة في التحضير البطيء جدا جدا. وهنا كولر لازم يدي للزمالك حقه وحجمه في المشاكل اللي موجودة عنده، مش حجمه كاسم، مش حجمه كفريق قوي، مش حجمه كفريق عنده شخصية، لا حجمه في المشاكل الموجودة عند الفريق ده. لازم كولر يعتمد على دي وما يديش الزمالك احترام زيادة عن اللازم يخلي الزمالك يدخل في اجواء اللقاء او يتسحب ويعمل اللي هو عايزه ويطلع بتعادل. مفيش مبرر ان احنا نتعادل او نخسر نقاط، لازم نكسب وان شاء الله نقدر نكسب بهدف واتنين. تشكيل الافضل بالنسبة ليا في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وهنا لان مصطفى شوبير الاكثر تركيزا. مصطفى شوبير يقدر يصنع الفارق، وميزة مصطفى شوبير انه بيشيل الكرة الصعبة قبل السهلة، وده مهم جدا في حارس المرمى. مصطفى شوبير بالنسبة ليا بيلعب برجله بشكل كويس جدا. مصطفى هو اللي يكون موجود ان شاء الله قدام الزمالك. مركز الباك اليمين محمد هاني، ولا خلاف على محمد هاني في الخروج بالكرة، لا خلاف ان محمد هاني افضل من اكرم توفيق لو اكرم توفيق لعب في مركز الباك اليمين. قلبين الدفاع اشرف داري ورامي ربيعة. باك شمال، وهنا انت لعبت بكوكا الماتش اللي فات مع الزمالك علشان توقف خطورة الزمالك من المكان ده، وقررت ان انت تلعب بكوكا باك شمال. وكوكا ما كانش افضل حاجة، بتلعب بكوكا علشان يكون دفاعيا قوي، اذا العب بمصطفى العش وخلي مصطفى العش يكون دفاعيا قوي، وقدام منه اشرف بن شرقي واخد راحته ومعاه امام عاشور بيسند دايما. في وسط الملعب مروان عطية، وان كنت مش مقتنع بمروان عطية اقتناع تام في التوقيت الحالي بأدائه اللي بيقدمه، في مركز رقم 6. مركز رقم 8 ناحية اليمين، في حالة انه اكرم توفيق جاهز بنسبة 100% وعنده نفس الروح والإصرار والحماس اللي موجود عند أكرم توفيق في الماتشات اللي فاتت اللي في بداية الموسم أو في ماتش باتشوكا، أكرم توفيق يبدأ بشكل أساسي في مركز 8 ناحية اليمين. وناحية الشمال طبعا إمام عاشور. الثلاثي الأمامي، وهنا مهم جدا تبقى عارف إن حسين الشحات في المباراة دي هيكون أهم لاعبي الأهلي، وده للمشاكل اللي موجودة عند دفاع الزمالك، وده لأن نقط ضعف الزمالك موجودة ما بين حمدي الونش والمساك، سواء حسام عبد المجيد على الشمال او مصدق على اليمين. اذا وجود حسين الشحات في الكرات البينيه، في الكرات اللي بيعملها في العمق، في الباص الغير متوقع للمدافعين، وجود حسين الشحات في ناحيه اليمين مع تحركات وسام ابو علي هيفرق مع الاهلي بشكل كبير جدا. خلي بالك وسام ابو علي بقى في التشكيل ده علشان احسن من جراديشار في نقطه مهمه جدا الاهلي هيعتمد عليها في المنظومه الهجوميه، وهي الضغط العالي. اكرم توفيق انا بلعب بيه علشان بيعمل ضغط عالي بشكل مميز جدا، وانا عايز اخنق الزمالك في الخروج بالكرة، ما يقدرش يخرج، لازم اخنق الزمالك من كتر الضغط. لازم ان انا يكون ليا اسلوب لعب فيه شراسة في الضغط، وده موجود في اكرم توفيق. لو اكرم توفيق في حالته معاه وسام ابو علي اللي منظومة الضغط كلها بتعتمد على وجود وسام ابو علي، لازم نعتمد على وسام ابو علي في الضغط العالي. وجود وسام ابو علي هيحرك او هيمنع دفاع الزمالك من الحركه ومن لعب الكوره بشكل مرتاح، هيخلي دفاع الزمالك يغلط. وكمان وسام مميز في التحرك خلف المدافعين مع باص حسين الشحات اللي اتكلمنا عليه، واشرف بن شرقي على الشمال، ووراه قلنا مصطفى العش علشان يديله دعم قوي جدا دفاعيا ويسيب اشرف ليه افضليه هجوميه. وخلي بالك ان قوه الزمالك موجوده عند زيزو مع عمر جابر او بنتايج على الشمال. لازم نعتمد على اللعب في العمق اكتر من اللعب على الاطراف والعرضيات. انا متأكد ان احنا لو لعبنا في العمق هنسجل بدل هدف 2 و3. وكمان جراديشار ان شاء الله يكون له دور الشوط الثاني. طبعا ناس كتير مستغربة ان جراديشار مش هيكون في المباراة التشكيل الاساسي، انا افضل وسام ابو علي علشان وسام ابو علي في الضغط العالي منظومة لوحده في الضغط. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.